السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بحول الله غادي نبدا معاكم الغدا ديالي البسيط والمتواضع. هذا أول فيديو إن شاء الله في القناة ديالي، ومرحبا بكم إن شاء الله في القناة ديالي. كنتمنى يتنال إعجابكم كاع الوصفات ديالي. غادي نبداو على بركة الله. بأول حاجة هي غنصبو إن شاء الله العديسة ديالنا. عندنا ربعة ديال العدس، جوج حبات ديال البصلة صغيورين، حبة ديال المطيشة، وعندنا معلقة ديال مطيشة الحك، واحد المعلقة ديال قزبر ومعدنوس. اول حاجه غادي نقطعوا المطيشه ديالنا وغادي نبداو نحكوا فيها هكا، نحكوها مزيان ما شاء الله بحول الله، ونوليو نهزو ثاني البصيله ونحكوها حتى هي مزيان في الحكاكه الغليظه. عادي اي واحد عنده ديك الحكاكه. نجيبو جوج فصيصات ديال الثومه ونحكوهم حتى هما هكا مزيان حتى هما. ايوا صافي، وان شاء الله بحول الله نرميو هذه سميتو ديك المعلقه ديال القزبر ومعدنوس وديك المعلقه ديال حك د مطيشه. درت واحد نص معلقه ديال الملحه، واحد نص معلقه ديال البزار، لحقاش البزار عندي انا طاحناه على يدي، العطريه كامله عندي طاحناها على يدي الصراحه. واحد نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم. انا راه ما كنديرش الضامه ديال البنه لحقاش كندير داكشي طبيعي. واحد المعلقه نص معلقه ديال التحميره ونص معلقه ديال القزبر يابس. صافي هادشي اللي عندي. وكندير تقريبا ما كاملش نص كاس ديال الزيت، ها قولي شي تقريبا نص كاس ديال الزيت. كنخلط كلشي مزيان ان شاء الله بحول الله. انا درتو فوق العافيه كيتقلى شويه. رميت ديك العديسه ديالي اللي كنت نقيت من قبل وفزكت، ودابا خويت عليها الماء. صافي الماء حتى غطيت شويه داك العدس، ما بقاش غطيت، تغطى داك العدس بالمويها صافي. ونسد على الكوكوط خليتها تطيب. وغادي نمشي ان شاء الله بحول الله للشطون اللي شريت كيلو ديال الشطون اللي نقيته وغسلته من قبل. صراحه الطريقه ديال الشطون فاش غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف، لحقاش هاد الطريقه هذه اللي كيديروا المحلات الكبار اللي كناكلوا فيهم الحوت وكيعجبنا. كنجيب شويه ديال الماء، تقريبا كندير تقريبا شي نص لتر ديال الماء، كنعصر فيه حامضه، كندير فيه مليحه، نشد داك الشطون وكنخليه فيه. خلينا داك الشطون في ديك المويها وداك الحامضه اللي عصرنا عليه وداك شويه ديال الملحه. ومشيت باش نوجد واحد الشليضه اللي كان صراحه كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف. جبت واحد خيزويه قشرتها، وجبت بطاطا قشرتها، بطاطا تكون شي شويه كبيره. وجبت واحد الكاسرونه غنقطع فيها داك خيزو مربعات صغارين. قطعت ديك البطيطه ديالنا حتى هي مربعات مع داك خيزو، غنديروهم يتسلقوا. خلاص البربره عندي مسلوقه في الثلاجه، داكشي باش ما حطيتهاش مع هاد البطاطا ومع خيزو. غندوزو دابا باش نقليو الشطون. غادي نجيبو شي شويه ديال الفورس مع الفينو. انا صراحه كنقليه غير في الفينو، ولكن دابا بغيت ندير فيه شويه ديال الفورس باش كيجي داك الشطون مقرمل. المهم انا فاش صفيته من داك الماء صافي غادي نبدا نفندو في هذا الطحين. خلاص المقله راه دايره فيها الزيت كتسخن، غنفند واحد الكميه باش يجيني ساهل، لحقاش مع الشطون قليل ما نبقاش نفند بالوحده وعاد نحط في المقله. دابا راه الزويته كتسخن وانا كنفند. ملي غنفند واحد الكميه كثيره صافي غادي نهزها نيشان وغادي نديها للمقله. من بعد ما فندتو في الطحين وسستو مزيان باش ما يبقاش فيه الطحين يتحرق ليا في المقله، صافي كنحط بالوحيده بالوحيده. لحقاش هاد الطريقه الصراحه واخا شي شويه كتشد اليد ولكن كتجي زوينه، كتجي بحال داك الحوت اللي كناكلو في الزنقه. صراحه كيكون زوين تيجي بنين. بعد ما دازت تقريبا شي ربع ساعه ولا ثلث ساعه هكاك حليت على العدس لقيتو طاب. صراحه جا هو هذاك، ما بين لا مرقه ولا مليحه ولا كلشي هو هذاك. مشيت كنقلب في الشطون بدا تيتقرمل، صافي كنقلب فيه بشويه بشويه صافي تا حسيت به كامل طاب. صافي انا بديت كنهزو. صراحه الشطون ملي كيبدا يطيب صراحه تيجي من المقله كتحسي به كيجي بنين باين، صراحه مقرمل بحال الكاوكاو. صافي من بعد ما تسلقات ديك البطيطه مع ديك خيزويه، جبت البربه من الثلاجه وزدتها عليهم. زدت عليهم واحد المعلقه ديال المعدنوس، راه كان عندي مقطع في الثلاجه، واحد شويه ديال الخل، واحد شي شويه د الملحه، شي شويه د البزار. صافي جبت الخس ديالي من بعد ما غسلته مزيان بالخل والملحه وخليته رقد. دابا ملي قطعته انا كنحطو في الطبيصلات. صافي من بعد ما بديت كنخلط الشلاضه مزيان، تفكرت واحد النقيطه ديال الزيت نسيتها قبيله ما زدتهاش. صافي كنخلط الشلاضه مزيان وكنبدا نحط في الطباصل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغدا ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه
باش تشجعونا وننشروا الجديد إن شاء الله، فضلا منكم وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله.